عندكم فكرة إن في اضطرابات نفسية كتير ليها علاقة بالأكل؟ قلنا قبل كده إن المعدة أو الجهاز الهضمي بنعتبره المخ التاني في الجسم، إذا هو بيتأثر جدا بالحالة النفسية. لكن في اضطرابات نفسية معينة ليها علاقة باضطرابات في الأكل. المرض اللي هتكلم عنه أنا ما كنتش متخيلة إنه منتشر كده وموجود كتير حوالينا. هو موجود أكتر بين البنات وخاصة المراهقات. طبعا هو بيجي للولاد والبنات بس البنات اكتر. المرض ده مشكلته ان هو صعب تشخيصه. المريض بيظهر بصورة عادية جدا. بلاقي ابني او بنتي عنده شوية اضطرابات في الاكل، انا بفتكر ان عشان مراهقة السن، المذاكرة الامتحانات. لكن هو مرض نفسي بالفعل. المرض ده اسمه انوركسيا نيرفوزا. المرض ده انتشر دلوقتي بسبب السوشيال ميديا. كلنا بنسعى إلى الكمال، وكلنا عايزين نتحط في قالب معين، يبقى شكلنا شكل معين، لينا وزن معين، صورة معينة. وطبعا السوشيال ميديا بتأثر أكتر في الولاد المراهقين. طيب ازاي أعرف ان ابني أو بنتي المراهقة عندها المرض ده؟ بتبتدي تحسب سعراتها بتاعة الأكل بالملي. بتبتدي تقنن أكلها جدا. بيبتدي يظهر على وشها آثار التعب، وشها بيل أصفر، مش قادرة تعمل حاجة، بتخس جدا. وفي نفس الوقت متبقاش معترفة إنها عندها مشكلة. بتبقى شايفة نفسها مليانة جدا مع إنها خست جدا، وكل الناس ملاحظة إنها خست، لكن هي شايفة نفسها إنها مليانة جدا. بتبتدي تبقى شخصية انطوائية جدا. ما بتاكلش قدام حد، مش عايزة حد يعلق على أكلها. بتمثل ان هي بتاكل او بتبين انها بتاكل كتير جدا، لكن في الحقيقة هي ما بتاكلش. طيب الحاجة اللي بتميز الشخص اللي عنده انوركسيا نيرفوزا ان هو اول ما بياكل شوية صغيرين عن احتياجاته بيحس بتأنيب ضمير، فبيضطر يعمل حاجتين: بيخلي نفسه يرجع الاكل بالعافية، بيستحس نفسه على الترجيع، او ياخد ادوية اللي هي بتعمل اسهال عشان يتخلص من الاكل الزيادة اللي اكله، لان ضميره بيأنبه او مخه مصورله ان الكمية الزيادة دي هتخليه يظهر بشكل سيء جدا. طيب ايه تاني بيميز الشخص اللي عنده انوركسيا نيرفوزا؟ حاجة مميزة جدا ان هو مثلا لو رايح يقعد على كرسي او يقعد في مكان، هتلاقيه بيختار لنفسه مكان كبير. هو اصلا رفيع، هو شخص اصلا عنده بالفعل سوء تغذية، لكن هو شايف نفسه مليان. لو جاي يختار لنفسه لبس هيختار مقاسات اكبر من مقاساته بكتير، لانه هو شايف نفسه مليان. لو انا مثلا واقفة في مكان زي الصيدلية وهو داخل عليا الشخص ده انا بعرفه، هو بما بيجي حتى فتحة الباب ليه بيفتح الباب فتحة كبيرة جدا، لأنه هو شايف إن الجزء ده مش هيعديه. هو شايف نفسه بصورة معينة، مخه مصوله إن هو في هيئة سيئة، مليان سمين، على العكس تماما. كمان اللي بيأكد الإصابة بالأنوركسيا النرفوزة هو إن المريض بيقضي وقت كتير جدا في الحمام، بيحاول يتخلص من الأكل اللي كله. بالنسبة للبنات البريود أو الدورة الشهرية بتقف أو بيحصل في اضطرابات في مواعيدها بسبب سوء التغذية. طيب لو لاحظت اي عرض من الاعراض دي على ابنك او بنتك، ما تسكتش. الموضوع بيبدأ معاهم بان هما متبعين نظام غذائي قليل السعرات في الاول، بعد كده الموضوع بيخرج عن سيطرتهم، بيجيلهم فقدان شهية كبير جدا، ومع الوقت بيحصل لهم سوء تغذية وبيفقدوا كتير جدا من الفيتامينات والعناصر، وبيبدأ عليهم التعب. لازم تعرضهم على طبيب نفسي. حل المشكلة بدري بيبقى أسهل من تفاقم المشكلة بعد كده.